تخيل اجتمعوا سوريين مع مصريين ويفتحوا مطعم في اسطنبول، كيف راح تكون النتيجة؟ طبعا على هذا الحيط ديكور من آثار سوريا، هذا الحيط ديكور من آثار مصر. أول شيء لفت انتباهي الديكور الجميل للمطعم اللي يعكس تاريخ الحضارة السورية وتاريخ الحضارة المصرية. عاملين أجواء حلوة تناسب الناس اللي حابين يقعدوا مع الأصدقاء ويدردشوا. وخلونا نجي على النقطة الأهم اللي هي الأكل. في المطبخ في شيف مصري وشيف سوري بيعملوا أكلات مصرية وأكلات سورية. صراحة بما أنه أنا سوري متعود دائما على الأكل السوري، فحبيت اليوم أجرب الأكل المصري، وخاصة عن أكلة أنا سمعت عنها كثير اللي هي الحواوشي. طول عمري أسمع بالحواوشي المصري، بس اليوم راح أجربه لأول مرة. هي عبارة عن عجينة داخلها لحمة، وهي أهم نقطة. اللحم اللي يستخدموه بهذا المكان مو اللحم التركي، هو لحم عربي مستورد، فلذلك نحن طلبنا جميع الوجبات اللي فيها لحمة. اسم المطعم تريو، موجود في منطقة باشاكشهير، وطبعا لمتابعيني اللي يزوروا هذا المطعم راح يحصلوا على خصم 20% إلى نهاية الشهر الأول. كل ما عليكم تستخدموا الكود اللي راح اتركه بالوصف، وتتابعوا حساب المطعم وتعملوا شير للفيديو.